ودخول الزوز فرق إلى أرضية ميدان ملعب قفصة ومباراة دون حضور الجمهور في آخر مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى. شمام يعمل مراوغ يبعد على لاعب سعد بقير داخل منطقة الجزاء، الكرة لطه ياسين الخنيسي وضربة ركنية ترجع من دفاع القوافل، لكن تبقى الكرة ثانية للترجي الرياضي التونسي تمشي لسعد. سعد يعمل مراوغة له، تبقى الكرة للقوافل مقطوعة من خليل شمام. شمام وعلى العارضة شمام كاد يفتتح باب التسجيل، أخطأ التقدير وسيم نوارة، وكرة شمام كانت مباغتة مخادعة. والفرصة خطيرة فخر الدين قلبي داخل منطقة الجزاء. فخر الدين قريبة من مرمى علي الجمل. فرصة هذه الإعادة يدخل منطقة الجزاء باليسار بعيدة على مرمى علي الجمل. ما ثماش التسلل، هجمة لطه ياسين الخنيسي يضيع بطريقة غريبة، يضيع طه ياسين الخنيسي، يضيع الفرصة الأخطر الأبرز حتى التوا بعد مرور تقريبا أكثر من 10 دقائق لعب في هذا الشوط الأول. طه ياسين الخنيسي كان وجه لوجه مع وسيم نوارة، يضيع الفرصة الأبرز حتى التوا. وفرصة فخر الدين وقلبي وقريبة من مرمى علي الجمل، تقريبا ثالث وضعية هجومية لفخر الدين قلبي، كان ينجم يسجل أول أهداف المباراة ما تمش التسلل. فخر الدين قلبي يدخل منطقة الجزاء سهلة لعلي الجمل للمرة الرابعة في نفس الوضعية لكن بنفس الأسلوب بنفس الطريقة. فخر الدين قلبي يضرب باليسار سهلة عند علي الجمل. خليل شمام ادم الرجيبي، تبادل المراكز بين سامويل دوك وادم الرجيبي عمل مراوغة زايدة، رجيبي وسيم نوارة يفسخ البونتو، يهب المباركي يربح ضربة المخالفة تنفذ بسرعة. ادم الرجيبي بنفس السرعة بنفس الامكانيات الفنية، رجيبي نوارة يفسخ الهدف، تبقى للترجي الرياضي. سعد بقير وبعيدة ضربة مرمى. وسيم نوارة كان نوارة في اللقطة الأخيرة يفسخ الهدف، حارس مرمى القوافل بعد تمريرة ريفلكس ممتاز، باراد ثانية رائعة. وفي اللحظة هذه الصادق السالمي يطلق صفرته، معلن نهاية الفترة الأولى، نهاية الشوط الأول، التعادل دون أهداف بين القوافل الرياضي بقفصة والترجي الرياضي التونسي. تنطلق المواجهة في فصلها الثاني في فترتها الثانية، هو الكرة للترجي الرياضي التونسي، وهذه فرصة بقير بلمسة، بقير والخنيسي كاد يكون الهدف الأول. مرة أخرى يضيع طه ياسين الخنيسي فرصة الهدف الأول الأخطر. هذه الإعادة خاطئة من الحسيني، بقير بلمسة طه ياسين الخنيسي وسيم نوارة، ويرجع الدفاع يبعد الخطر على مرمى نوارة. هذا قيس اليعقوبي يراقب ينظر لساعته، المعاقب يتابع المباراة من المدرجات. الصفرة تأتي في اللحظة هذه. الصادق السالمي يعلن نهاية مباراة ملعب قفصة بالتعادل دون أهداف بين القوافل والترجي الرياضي التونسي. القوافل تلتحق بالملعب التونسي بمستقبل القاسرين، حظ أوفر للثالوث ذي إن شاء الله، عودة سريعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.